انا ليه يا رب عملت في نفسي كده؟ زنقت نفسي وجدولي نزل، وانا كده هلم الفيزياء امتى ولا العربي امتى ولا هلم نفسي؟ والمادتين شلتهم الترم الاول، هشيلهم الترم التاني، وانا هتعب نفسيتي ليه؟ وانا كده كده ربنا بيدي على قد تعب واحد. ايه ده؟ وانتي كمان بتلعبي؟ انا بخرف ولا ايه؟ يا بنتي انتي هتشيلي مادتين يا بنتي، فوقي بقى. بعدين حد بيراكم عربي اساسا؟ انتي مش شلتيهم الترم الاول، هيتشالوا الترم التاني فيجيبوا ملحق. لا احنا مش بتوع ملاحق، اصبري بقى. يعني هنلم المنهج؟ انت سبت عليا وانا لقيت لك الحل الحمد لله. هنحل، هننجح، هنعدي، انا معاكي. طبعا احنا مشكلتنا دلوقتي في الفيزياء، هي ازمه هنحلها ان شاء الله. هنحلها مبدئيا. احنا نقعد بقى مبدئيا كده. مستر اسلام بتاع الفيزياء بيدي الحصه ب10 جنيه. ايه 10 جنيه؟ مش كده وبس، في سنتر في الفيوم وسنتر في اكتوبر اسمه سنتر المصري بيدي الحصه. ايوه. وكمان في اونلاين وفي منصه وفي يوتيوب. ومحتوى اليوتيوب بتاعهم كالاتي: عندهم سلسله تسريبات او توقعات، وبتطلع توقعات بنسبه 99% من اسئله الامتحانات. احلفي، يعني انا ابقى داخله كده ضامنه الامتحان معايا؟ ضامنين بص، ضامنين الامتحان واحنا داخلين. والاسئله دي الاولى والثانيه والثالثه. ابسطي بقى. ده غير ان هم حالين كتاب المستوى العالي 1600 سؤال، وكمان كتاب المهندس 1500 سؤال. والاسئله دي للثانويه العامه من سنه 1900 لحد سنه 2020. غير ان كتاب المستوى العالي متجمع من 14 كتاب خارجي اسئلتهم مطابقه للاسئله بتاعه المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي. طب وبالنسبه للعربي؟ بالنسبة بقى للعربي اللي احنا نسينا، معانا مستر أحمد الحنبلي. هعمل لك يا ستي شرح وحل 5000 سؤال، ممكن يجيب لك سؤال من تحت السرير. أظن كده احنا حلينا لك المشكلة. هتذاكري؟ احنا هنلاقي الكلام ده كله فين؟ هتلاقي. انا اللي هقول له في البايو اللي هو رابط الوصف، يا في التعليقات. نورتونا. باي.